عمرك سألت نفسك هو مين اللي اخترع البطارية؟ هاقول لك أنا معاذ من برنامجكم على المكشوف. تعالَ أحكي لك القصة. القصة بدأت في سنة 1780 في إيطاليا. الدكتور لويجي جولفاني كان عالم تشريح، كان شغال على ضفدعة ميتة زي أي يوم عادي خالص، بس في حاجة حصلت خلت الموضوع ما بقاش طبيعي اليوم ده. اللي حصل إن لويجي جولفاني لما جه لمس رجل الضفدعة بسلك معدني حصل إشارة كهربية شديدة. لويجي قعد يفكر شوية حلوين، إيه اللي حصل اللي خلى الرجل تعمل كده؟ كأنها جواه طاقة كهربية كبيرة. فضل قاعد يفكر شوية لغاية ما قال إن الجسم ده جواه طاقة حية، بس إزاي؟ هو ميت. قال إن الطاقة الكهربية متخزنة في العضلات، فده اللي خلى الرجل اتحركت لما جه السلك المعدني لمسها. وكتب النظرية بتاعته ونشرها. العالم كله صدقها ما عدا واحد بس، وهو كان صح، وهو أليساندرو فولت. تقول لي مين يا معاذ أليساندرو فولت بقى؟ أقول لك كان عالم فيزيائي إيطالي. كان صاحب مين؟ صاحب لويجي. بس قال له في منتهى الصراحة، قال له يا لويجي النظرية دي مش صح خالص. ومن هنا فولتا قرر يخش في التجربة هو كمان، بس تجربة ده غير تجربة لويجي خالص. فولتا قال عن النظرية اللي خلى الرجل تتحرك هو السلك المعدني. النظرية دي كانت في الوقت ده بسيطة، ومن هنا بدأ يجرب. جاب معدن ومعدن وثابت، وبدأ أول تجربة ليه. جاب طبق من الفضة وجاب طبق من الزنك وجاب ورق مبلول بمحلول ملح، وبدأ يرص الحاجة طبقة فوق طبقة. وصل السلكين جنب بعض. بعد ما جاب الحاجة ورصهم فوق بعض ووصلهم بسلكين حصل كهرباء. لا، ومش كهرباء مثلا ثانية صغيرة، لا، ثابتة ومستمر. ومن هنا كان أول إنسان يخترع بطارية كهربائية في التاريخ، وتسمى الاختراع بعمود فولتا. نشرت بسرعة رهيبة للدرجة ان في الوقت ده نابليون بونابرت بعت له قال له تعالى لي انا عايزك تيجي اعمل اختراع ده تاني قدام عيني. راح فولتا قال له ماشي. فولتا عمل التجربه قدامه تاني. نابليون مش فاهم اي حاجه، جه راح لمس التجربه طبعا اتكهرب. نابليون بعد ما اتكهرب الكهرباء الحلوه قال للراجل ده لازم يتكهرب، وفعلا كرموه بميداليه شرف عسكريه جاي زي جايزه نوبل كده، بس كانت على في الوقت ده كانت حلوة أوي. قبل البطارية الكهربا كانت مجرد لعبة في المختبرات، بس بعد ما تم اختراع البطارية جه بعدها حاجات تانية كتير زي التلغراف وزي المصباح. كل اللي حصل ده بسبب ضفدعة ميتة واتنين من صحاب، كل واحد كان عنده رأي، وأحيانا الرأي اللي بيكون مختلف عن صاحبك صح، بس مش معنى كده إن تمشي وراه في الغلط يعني. بس يا صديقي دي تكون نهاية الفيديو بتاعنا.